السلام عليكم عملائنا ومتابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. معكم مهندسة سارة من فريق الدعم الفني والارشاد الحقلي لشركة المتحدون الدوليون للادوية البيطرية. لسه مكملين مع حضراتكم في سلسلة فيديوهات خلطات وبدائل تركيبات الاعلاف، وده طبعا دعما لتقليل التكلفة. والخلطة الموجودة معانا النهاردة للدواجن التسمين بنسبة بروتين 23% اللي هو العلف البادي، ونسبة بروتين 21% اللي هو العلف النامي. وقبل ما اتكلم على الخلطة، حابة ان انا اكد على حضراتكم تحليل التركيبة قبل الاستخدام، وده لاختلاف نسب البروتين والطاقة في الخامة، فمن الضروري ان احنا نحللها قبل ما نستخدمها. والخلطة الموجودة بتتكون من الاصناف التالية، وهي ذرة صفراء بنسبة 330 كيلو، وذرة عويجة بنسبة 300 كيلو، وكزب صويا بنسبة 270 كيلو، مركزات تسمين نباتية بنسبة 100 كيلو. ده الإجمالي بتاعه بيكون طن علف، واللي بتكون فيه إضافات عليه زي الفيد فاكتور بنسبة كيلو، من كيلو لكيلو وربع. وده طبعا لأن الفيد فاكتور بيزيد من قابلية الهضم، بيحسن من كفاءة الهضم، وبالتالي بيعزز من صحة الأمعاء، وبيعزز من النمو وكفاءة التغذية. الخلطة دي بتدينا نسبة بروتين 23.3 والطاقة بتكون 3066 كيلو كالوري لكل كيلو جرام علف، ونسبة الألياف اللي بتكون 2.4. وبالنسبة للتربية المنزلية أو لو محتاجين نعمل كمية أقل مثلا 100 كيلو، هيكون 33 كيلو ذرة صفراء، و30 كيلو ذرة عويجة، و27 كيلو كزب صويا، و10 كيلو مركزات تسمين نباتية، و100 جرام فيد فاكتور. وبالنسبة للعلف النامي اللي هتكون نسبته 21%، هيكون بيتكون من ذرة صفراء بنسبة 300 كيلو، وذرة عويجة بنسبة 395 كيلو، وكزب صويا بنسبة 225 كيلو، ومركزات التسمين النباتية بنسبة 80 كيلو. ده إجمالي طن علف، وطبعا إضافة الفيد فاكتور اللي هتكون من كيلو لكيلو وربع. والخلطة دي بتدينا نسبة بروتين 21%، والطاقة بتكون 3138 كيلو كالوري لكل كيلو جرام علف. وبالنسبة لكمية 100 كيلو هتكون 30 كيلو ذرة صفراء، و39 كيلو ونص ذرة عويجة، و22 كيلو ونص كزب صويا، و8 كيلو مركزات تسمين، و100 جرام فيد فاكتور. وكده اكون قدرت ان انا انقل لحضراتكم خلطة دواجن تسمين بعلف بادي 23% وعلف نامي 21%. وبذكر حضراتكم مرة تانية بضرورة التحليل قبل استخدام التركيبة، علشان نقدر نعرف نسب البروتين والطاقة المظبوطة في كل الخامات الموجودة.